السلام عليكم البنات، كي بقيتو لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير. عواشر مبروكه، تصوموا وتعودوا بالصحه والسلامه يا ربي. كما كتشوفوا معايا البيتزا، غندير معكم البيتزا ولاصوص ديالها البنات. واحد لاصوص اللي كتجي رائعه كما كتشوفوا معايا، راه كتجي غزاله غزاله ما نقولكمش كي كتجي، ونتمنى من الله تعجبكم. نبداو على بركه الله. بسم الله. عندي واحد طنجره، عندي مطيشه، عندي كيلو د المطيشه البنات اللي نقيت ليه ديك الراس ديال النواره. غسلتها بعدا اولا بالخل وقطرتها مزيان ونقيتها البنات. بديت كنقردها على 4 حبه، كنديرها على 4 في الطنجره نتاعي. كنستمر على الطريقه هذه حتى كنساليها كامله البنات. كنقطعها تقطيع على 4، ما كنديرهاش رقيقه حيت مطيشه دغيا كطيب وكتجي واحد لاصوص ما نقول لكمش عليها، كتجي غزاله كما كتشوفوا معايا. اما انا ساليت درت كاس الماء عليها البنات حيت هي كترخي الماء ديالها بزاف. كاس الماء اللي درت الملحه، لابد من شويه د الملحه باش كتطلق البنه ديالها. درت ورقه ديال سيدنا موسى ولا ورقه الغار، كل واحد شنو كيسميهم. درت دريسات نتاع الثومه اللي قشرته ودرتو حتى هو معاها باش كيعطيها واحد البنه غزاله ملي كطيب. كنردها فوق البوطه كطيب حتى كطيب مزيان البنات. بعد ما كطيب هانتوما كما كتشوفوا معايا كنحيد داك الوريقات الغار، كنحيدهم وكنخليها حتى كطيب مزيان البنات. راه كتجي عاقده. كندوز كنطحنها وهي سخونه بالميكسور، واللي عنده طحانه الخلاط يطحنها بالخلاط. انا عندي هذا الميكسور هذا كنطحن به، كنطحنها وكنصفيها، كنطحنها مزيان هي سخونه. واللي غيديرها في الخلاط البنات خليها حتى تبرد باش ما يطرطق لكمش الخلاط. كنصفيها كامله باش كتبقى ديك القشره وديك الزريعه ما كدارش حتى هي ما كتهبطش في لاصوص. كنبقى كنحركها هكايا حتى كتبقى غير القشره البنات والزريعه. بعد كنردها للطنجره ديالها اللي طيبتها فيها، كندير لها العطريه نتاع البيتزا. كتجي غزاله البنات ما نقولكمش عليها كي كتجي كما كتشوفوا معايا. هانتوما البنات راه بقات غير ديك القشره هي اللي بقات، وراها كتجي واحد البنه فيها ما نقولكمش كتجي غزاله. مع كديروها في البيتزا، ديروها في ليباط، في اي حاجه بغيتو ديروها كديروها كتجي زوينه. بعد كندير معلقه صغيره نتاع السكينجبير البنات، معلقه البزار، معلقه ديال ديال التحميره او البابريكا. كندير معلقه ديال الخرقوم. كندير الملحه راه دايرها ما ديروهاش البنات. كندير شويه نتاع الزيت البلديه، كندير الزعتر وكنردها كطيب فوق البوطه حتى كتعقد مزيان. انا البنات كندير زيت البلديه كتجي زوينه في لاصوص تاع البيتزا، كتعطيها واحد البنه غزاله. وكندير زيت روميه كما كتشوفوا معايا، وكنردها كتطبخ مزيان فوق البوطه حتى كتعقد. عاد كنحيدها. ملي كنحيدها كنخليها تبرد، كنديرها في القرعه. كنبقى ندير منها البيتزا فين ما كنبغي ندير البيتزا كنديرها، كتجي غزاله كنلقاها واجده. هذه البنات راه دارت ليا قرعه كبيره نتاع الكوفيتير وقرعه منصه صغيره كما كتشوفوا معايا. راه كنخليها حتى كتطبخ مزيان كتعقد. عاد كنزلها وكنخليها كتبرد، كنعمرها في القريعات ديالها. هانتوما كما كتشوفوا راه جات فنه، جات غزاله ما نقولكمش عليها كي جات. عندي قريعات اللي معقمين البنات عمرتها فيهم، وكندير واحد شويه نتاع الزيت من الفوق باش ما كتخسرش، وكنحطها في الباب ديال الثلاجه. بعد البنات غادي ندوز ندير معكم العجينه نتاع البيتزا. واحد الطريقه د العجينه عندي انا خاصه كتغيا كتجي رطبه وكتجي هشيشه البنات. كندير انا العجينه البيتزا كنديرها غير بطحين تاع الزرع، راه كتجي غزاله كما كتشوفوا معايا. ندير طحين الزرع شحال ما بغيتو، نص كيلو. انا درت كل واحد كيدير القياس ديالو. درت شويه تاع الملحه، عندي واحد معلقه صغيره ديال الخميره معجونه غير شويه ما كتعمروهاش بزاف. عندي معلقه نتاع السنيده، عندي نص كاس نتاع الزيت البلديه، وديك الخميره البنات انا ذوبتها في واحد شويه الحليب كما كتشوفوا معايا. عندي نص كاس ديال الزيت، عندي شويه نتاع الزعتر، وعندي الحليب. انا كنجمع هاد العجينه البنات غير بالحليب، ما كنديرش الماء نهائيا، غير الحليب. ما نقول لكمش كي كتجي غزاله وكتجي بنينه وكتجي رطبه. انا البنات كنديرها غير بالزرع
كما كتشوفوا معايا. وكنعتذر على الاضاءه، عندي الضو شويه ناقص في الكوزينه. كنجمع العجينه ديالي غير بالحليب وما كنخليهاش جاريه بزاف وما قاصحاش بزاف. بعد ما كنجمعها راه ما كنعجن ما كندلكها ما والو، كتعجن تجمعوها غير بطرف صبعانكم وكتجمعوا العجينه مزيان وكدهنوها بشويه نتاع الزيت من الفوق وكتغطيوها بواحد بلاستيك غذائي وكتخليوها ترتاح حتى كديروا التعميره باش تعمروها. كما كتشوفوا معايا غادي نخليها ترتاح مزيان حتى كتخمر غير شي شويه، ما كنخليهاش تخمر بزاف. بعد البنات ما خليتها ترتاح كندوز انا البيتزا كندير فيها غير البصله، ما كنديرش فلفله، ما كضرني انا في المصران ووليداتي ما كيبغيوهاش اصلا. عندي جوج ريوز البصله كبار كنشلضهم هكا شلض مشلضين طوالين، شرائح طويله. كندير عليها شويه نتاع الزيت شويه نتاع الملحه شويه الكامو ديال عفوا نتاع البزار، وكنردها كتشحر حتى كطيح مزيان ديك البصله كتعطي واحد كتجمع واحد اللوين مذهب. عاد كنطفي عليها كما كتشوفوا معايا راه كتجي غزاله بالبصله، انا كتحمقني بالبصله والثوم. بعد ما درت كندير شويه نتاع الزيت ما كنديرش بزاف، هي تمن فين تشحر كنردها تقلى مزيان. ومن بعد غندوز العجينه نتاعي البنات كما كتشوفوا معايا راه كنديرها غير بالزرع كتجي غزاله، كتجي الحرشه ديال داك الخبيزات نتاعها كيجيو رطب وكيجيو زوينين. غادي نمسحو مزيان في البلاصه فين غنقطعوا لك العجينه. غادي ندهنها انا رشها بالطحين دقيق نيت هي الزرع نيت كنقسمها على جوج وكنجيب الدلاك نتاعي كنطلقها رقيقه البنات باش ما تجيكمش غليظه. كما كتشوفوا معايا حيت انا عندي البلاصه صغيره البنات كندير غير شويه بشويه ما كنقطعهاش العجينه كامله. وراني مسرعه الفيديو حيت غادي يجي طويل درتو غير هكاك بشويه عليه غادي يجي طويل. كنطلق العجينه ديالي مزيان البنات وكنرش الدقيق باش ما تلصقش. عندي هاد القطعه هذه ديال الحلوى النيت كشريتها نيت على حساب البيتزا على حساب بزاف الحوايج بالضبط، كل واحد الحاجه اللي بغيتو تقطعوا بها زوينه ما كبيراش بزاف ما صغيراش بزاف. هانتوما كما كتشوفوا معايا كنكون اللاطه ديالي الفران حاطاها حدايا اللي قطعتها كنديرها في اللاطه. كنعاود نطلق مزيان العجينه كما كتشوفوا معايا حتى كنسالي ديك العجينه ديالي كامله. ولا بقات لي شي حاجه اللي الطاله عمرات لي بالعجينه وبقات لي بالخبيزات وبقات لي شي حاجه كنجمعها البنات وكنديرها في فريغو ما كطرى لها حتى شي حاجه. هاد العجينه هذه كتبقى زوينه فاش كتحتاجيها كتجبديها كتلقايها معجونه كتخليها غير كتطلق كتخدمي بها مره اخرى. كما كتشوفوا معايا راه كندير لها بحال عجينه الصابلي، راه ما كنعجنهاش ما كنجمعهاش، كندير جمعيش حاجه جهه على جهه وكنخليها ما كندلكهاش بيديا وكندير عليها العجينه الاخرى وكنطلق راه كتجي مطلوقه كتجي البنات زوينه. الا درتو العجينه كركبتوها وليتو جمعتوها مزيان بحال اللي كتجي مدقصه. هاد الطريقه هذه البنات العجينه بالحليب راه كتجي غزاله كتجي رائعه كتجي فنه في المذاق ديالها وفي الطياب ديالها كتجي فتيه. كما كتشوفوا معايا راه اللي قطعتها كنحطها في اللاطه. بعد ما ساليت العجينه ديالي كندوز كنثقبها بالفرشيط كامله البنات كندوز عليها بالفرشيط كامله كنثقبها مزيان. انا راه حتى كنحطها في اللاطه كنثقبها مزيان. كنسالي العجينه ديالي كامله وعاد كندوز ندير لاصوص ندير فيها لاصوص. من بعد ما راه البصله ديالي تشحرات مزيان وطفيت عليها البنات عندي الطون كنصفيه من الزيت ما درت فيها لا زيتون لا والو الفرماج وصافي هادشي اللي درت فيها البيتزا ديالي جات غزاله. هانتوما كما كتشوفوا معايا لاصوص كي كتجي غزاله كتجي رائعه. كندير معلقه صغيره في الوحده حتى كندير معلقه صغيره في الوحده عاد كندهنها باش كتجيني لاصوص مقاده هي هذيك كندير قياس واحد. ونتمنى هذا رمضان هذا تصوموه بالصحه والسلامه والعافيه يا ربي واللي مريض الله يشافيه
ونتمنى رمضان مبارك لجميع المغاربه اللي خارج المغرب والمسلمين كاملين يا ربي. هادشي اللي كنتمناو من الله. هانتوما كما كتشوفوا معايا راه كندهنها كامله، كندوز عليها بالمعلقه، كندهنها لديك البيتزا ديالي. وصدقوني هاد ميني بيتزا كيجيو غزالين، كيجيو رائعين، احسن من البيتزا كبيره بحال هكا في رمضان. هاد ميني بيتزا احسن، كتاكلي منها وما القياس اللي بغيتي اللي قديتي عليه، كتهزي ديك الوحيده داك الجوج. ملي كتكون البيتزا كبيره كتقطعي طروفه كبار ما كيجيوش. ما دابا تبارك الله الطبله ديال الفطور كتكون عامره تبارك الله من كل شيء، من اي حاجه كتكوني حاطاها. بيتزا هكا ميني بيتزا صغيورين كيجيو زويونين، كتهزي القياس اللي بغيتي. هانتوما كما كتشوفوا معايا عندي البصله في الطبسيل حتى هي غندوزها، ندير شويه شويه كامله، غندوزها شويه شويه البصله. هانتوما البصيله ديالي كي جات راه جات غزاله البنات، جات البصله مشحره. كندير شويه من الفوق شويه حتى كنسالي البيتزا ديالي كنعمرهم كاملين بالبصله. واللي بغى يزيد اضافه الزيتون مقطع او زيتون كحل اللي بغى يديرو. انا ما كانش عندي متواجد، درت غير اللي عندي في الدار هو اللي درت. نتمنى من الله الطريقه ديالي تعجبكم ديال البيتزا. راه تبارك الله كلشي كيعرف يطيب، كلشي تبارك الله كيعرف يدير البيتزا. بغيت نشارك معكم الطريقه نتاعي، نتمنى من الله تعجبكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك البنات، الله يسهل عليكم. بارطاجيو مع العائله والاصدقاء. راه حتى كنساليتها كنقرب نسال الفيديوهات كنقولها لكم كيكون ساهله الفيديو. الله يحن عليكم، بارطاجيو معايا، الله يسر عليكم. عندي القناه هابطه بزاف. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو اللي كندير معاكم. ما راه شحال ما حطيت السيمانه رمضان كامله ما حطيتش فيها. هانتوما كما كتشوفوا معايا الطون راه صفيتو مزيان من الزيت. انا ما بغيتش نبقى كنجلط الماعن راكم عارفين. خليته في الطاسه نتاعو، صفيتو من الزيت وبديت كندير شويه بشويه القياس ديالي اللي غادي يهز ليا، اللي غادي يهزوا ليا البيتزات نتاعي. مع صغارين راه ما كيهزوش بزاف، كديري القياس نتاعك اللي غيهزوا لك ديك البيتزات وصافي، ما كتبقيش كتعمري فيهم بزاف اكثر من القياس. انا نكذبش عليكم البنات، كتعجبني البيتزا بالحوت مزيان بزاف احسن من الكفته. الكفته ما كتعجبنيش نهائيا في البيتزا نهائيا، الكثريه بالطون او الحوت كروفيت او الكرامار او بزاف د الحوايج ديال الحوت. حيت هاد الكفته ما كتعجبنيش في البيتزا نهائيا، كتجيش بنينه مزيان وكل واحد والمذاق ديالو، كل واحد شنو كيعجبو. كاين اللي كتعجبو الكفته عاود ما يدير الطون يدير الكفته، كل واحد وشنو كيبغي. هاد غندير عليها الفرماج البنات محكوك. انا شاريه الفرماج الاحمر هكاك محكوك من شارياه مصايب مقاد، كنجبدو كنبقى كنحط ما كنحكو ما والو. هانتوما كما كتشوفوا معايا كنبقى ندير الفرماج شويه بشويه، كندير غير القياس البنات، ما كنعمرهمش بزاف حتى كيطيحوا لي في القصديره يلصقوا. بعدا نحك شويه الزعتر من فوق الفرماج وندخلهم للفران. كندير الزعتر شويه بشويه، حكيتو مع يدي كنبقى نرشهم شويه بشويه بالزعتر، كيعطيهم واحد البنه غزاله للزعتر. اصلا راه دايره في العجينه ودايره في لاصوص، وكنزيد شويه من الفوق. الزعتر كيواتي البيتزا كتجي غزاله. ونتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو. نتوما كما كتشوفوا معايا بعد ما طابت البيتزا نتاعي جات غزاله وبالصحه والراحه ورمضان مبارك.